في إحباطات كتير جدا موجودة الأيام دي في العالم، وده هدف الشيطان اللي بيعمله لينا على طول، إنه يخلي الواحد فينا دايما محبط ويقول هو فين ربنا. بنشوف بقى حاجات في الدنيا، دولار بيعلى، مواد غذائية بتقل، قلة شغل، الأمور كلها الحادثة حوالينا دي من عمل الشيطان. لازم نفهم الجزئية دي، إن ربنا بيحبنا. هو يقول كده لذتي مع بني آدم. كل اللي ربنا طالبه مننا إن الواحد يشتغل ويعمل الدور اللي عليه، وربنا هيبارك حتى لو في القليل. على فكرة ممكن تكون بتقبض في شغلك مبلغ صغير قد كده، بس طالما انت بتعمل الدور اللي عليك وواثق في إلهك هتلاقي مرتبك الصغير اللي قد كده بيكفي الشهر ويزيد كمان. بس هو بيقول لك ما تهتمش بأي حاجة. آية جميلة في إنجيل متى اصحاح 6 يقول لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. يقول الحاجات دي كلها تطلبها الأمم. العالم هو اللي يطلب الحاجات دي، مش ولاد ربنا. يقول كده لأن أباكم السماوي يعلم إنكم تحتاجون إلى هذه كلها. ربنا عارف احتياجاتك، ثق فيه. مفيش حاجة بتحصل في الدنيا دي بره إيده تمسك فيه.